إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله إجلالا وتعظيما، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها الأحبة في الله، يذكر أن أحد الأغنياء مشاهير رجال الأعمال استضافه أحد الإعلاميين فقال له: كيف وصلت إلى ما وصلت إليه من غنى؟ فأخرج شيكا وقدمه إلى المذيع وقال: هذا لك، اكتب فيه ما تريد. فأحرج المذيع وأعاده وقال: لست أقصد هذا. قال: لست أقصد هذا، وإنما أقصد كيف وصلت إلى الغنى. قال: وصلت باستغلال الفرص. أنت وصلتك فرصة لتكون غنيا الآن فلم تستغلها وفاتت عليك، أما أنا فكنت أستغل كل الفرص. هذا مثال على اقتناص الفرص. ومن أمثلة ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا. فأتى الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سل ما بدا لك. فقال الأعرابي: أريد ناقة أركبها وأعنزا يحلبها أهلي. انظروا إلى همته واقتناصه للفرصة، ناقة وأعنز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ قال: إن موسى لما سار بقومه ضلوا الطريق، فقال علماؤهم إن يوسف عليه السلام أخذ موثقا على بني إسرائيل ألا يخرجوا من مصر حتى يحملوه معهم، فلنبحث عن قبر يوسف ونحمل عظامه معنا. قال موسى: ومن يعرف قبر يوسف؟ قالوا: عجوزا من بني إسرائيل. فأتوا بها إلى موسى
قال دلينا على قبر يوسف عليه السلام. قالت لا أدلكم حتى تعطوني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت مرافقتك في الجنة. قالت مرافقتك في الجنة. فتردد موسى عليه السلام في أن يعطيها طلبها، فأوحى إليه الله سبحانه وتعالى أن أعطها حكمها، فقال لك حكمك. فذهبت بهم إلى بحيرة وقالت اسحبوا هذا الماء منها، فلما سحبوه قالت احفروا، فلما حفروا وجدوا عظام يوسف فأخذوه معهم. الحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني. قارنوا بين المواقف في اقتناص الفرص. المذيع قدم إليه شيك مفتوح ولم يقتنص الفرصة، والأعرابي قال له النبي سل ما بدا لك ولم يقتنص الفرصة. وامرأة بني إسرائيل اقتنصت الفرصة وسألت مرافقة موسى في الجنة. واسمعوا إلى قصة أخرى عن ربيعة بن مالك، عن ربيعة الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأخدمه في وضوئه وحاجته، ثم قال لي يا ربيعة سل ما بدا لك، وكان شابا صغيرا، فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الصحابي الذكي استغل الفرصة لما سنحت له وسأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة. إذن أيها الأحبة، كيف استفاد من استفاد من الفرص، وكيف أضاعها من أضاعها؟ من يتأمل كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسير العظماء من الصحابة ومن جاء بعدهم يجد أنهم حريصين كل الحرص على استغلال الفرص. والفرص لا تكون في باب واحد، وإنما في أبواب متعددة. فرص في الطاعات، فرص في الصدقات، فرص في التجارة، فرص في أبواب الخير، فرص في أمور الدنيا كلها. من يستغلها ويوفق لاستغلالها ينال الخير العظيم في هذه الفرصة، ومن يتردد ويضيعها يفوت عليه خير كثير. وفي هذه الخطبة سنذكر صفات الفرص وكيفية اقتناصها، وما الأسباب التي تجعل بعض الناس يحجمون عنها أو يضيعونها. ولكن قبل ذلك نأخذ ما يؤيد اقتناص الفرص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من يتتبع سيرته وسيرة صحابته يجد أنه يبادر ويحث على اقتناص الفرص. وقبل ذلك كتاب الله، فالله يقول فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. ويقول صلى الله عليه وسلم اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك.
فرصة الشباب من لم يستغلها فسيأتيه الهرم، فرصة الصحة من لم يستغلها فسيأتيه المرض، فرصة الحياة من لم يستغلها فسيأتيه الموت، فرصة الغنى من لم يستغلها فسيأتيه الفقر، وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها. انظروا إلى استغلال الفرصة في آخر لحظة. الساعة ستقوم وفي يد أحدكم فسيلة نخل واستطاع أن يغرسها، أو في الرواية فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها. إن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها. كيف الحث على استغلال الفرص في أضيق الأوقات وفي أصعب اللحظات. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. استغلال لأقل الفرص. لا تحقر من المعروف شيئا، ولو أن تلقى بس أخاك بوجه طلق هذا معروف. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، والكلمة الطيبة صدقة. لو بشق تمرة، لا تترك الفرصة من أن تتقي النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل الفرص في الدعوة والتوجيه والحث، فكان يستغل مواسم الحج والوفود إلى مكة ليبلغهم دين الله، وأيضا يستغل الأوقات المناسبة لدعوة أصحابه وتوجيه المخطئ. لما جلس على صحفة طعام معه عمرو بن سلمة وهو غلام صغير، فأخذت يده تطيش في الصفحة يمينا ويسارا، قال له: يا غلام سم الله وكل مما بيمينك وكل مما يليك. ولما أردف ابن عباس قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه المواقف وغيرها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا كيف نستغل الفرص، كيف نكون مبادرين في استغلال الفرص أول ما تأتينا، وخصوصا فرص الطاعات في مواسم الخيرات وفي الأوقات الفاضلة. فتجد أن بعض الناس يأتيه فرصة على طبق من ذهب ويرفضها. من أمثلة ذلك يقوم بعض الناس عنده مال ويأتيه فقير معدم يسأله مبلغا بسيطا، هذه جاءت الفرصة إليه، هذا جاءت الفرصة إليه، ربما أن الصدقة التي يقدمها هي التي ترفعه عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يحجم. من أمثلة ذلك في حياتنا العامة بعض الناس يأتيه فرص ربح في التجارة ومع ذلك يتردد، يقول: أخشى أن أخسر، فتجد أن غيره يدخل ويربح وهو متردد. وهذا يذكرنا بقول ابن عباس لصاحبه، قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان لي قرين صاحب، فقلت له: هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلنبتدرهم ونتعلم منهم. فقال له صاحبه: يا ابن عباس أتظن أن الناس يحتاجون إليك؟ يا ابن عباس أتظن أن الناس يحتاجون إليك؟ غلام صغير يقول لصاحبه: نتعلم من الصحابة.
وصاحبه يقول: أتظن الناس يحتاجون إليك وأنت بهذا السن؟ فتركه ابن عباس ولزم الصحابة وأخذ العلم منهم، حتى أنه كان ينام على عتبة بيوت الصحابة ينتظر يخرجوا فيأخذ منهم الأحاديث. ثم ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن رجع الناس إلى ابن عباس وكانوا يأخذون العلم منه كبارا وصغارا. قال الفتى القرشي صاحبه: هذا الغلام كان أعقل مني. نعم، استغل الفرص واستثمرها فيما عاد عليه وعلى مجتمعه بالخير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن على آثاره مقتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة. أيها الأحبة في الله، قلنا في أول الخطبة كيف يستغل أناس الفرص ويحجم آخرون. إن ذلك يدعونا إلى أن نتساءل: ما هي خصائص الفرص وكيف ننتهزها؟ وما الأسباب التي تجعل أناس يبادرون لاستغلالها وآخرون يحجمون؟ يقولون إن خصائص الفرص أنها تأتي سريعة، تمر مر السحاب. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما يروى عنه: انتهزوا فرص الخير، انتهزوا فرص الخير فإنها تمر مر السحاب. لا تنتظرك الفرصة حتى تفكر ثم هل تدخل أو لا، هل تستغلها أو لا. لذلك يحكى أن أحد تجار العقار والعملات دائما يكسب، فسألوه قالوا: كيف تكسب والناس أحيانا يخسرون؟ قال: أنا أدخل إلى السوق عندما يفكر الناس أن يدخلوا، عندما يفكر الناس أن يدخلوا، إذا تردد الناس في الدخول أنا أدخل السوق، وإذا قرروا أن يدخلوا أخرج من السوق، وإذا قرروا أن يدخلوا أكون قد خرجت من السوق، فبذلك أكسب وهم يخسرون. فعندما يتردد الناس في اقتناص الفرصة يأتي هذا ويقتنصها، فثم إذا قرروا أن يقتنصوها على آخرها يكون قد حققها وخرج منها. الأمر الثاني أو الصفة الثانية من صفات الفرص أنها تأتي متكافئة ومتساوية للجميع. تأتي سريعة، الثاني تأتي متكافئة ومتساوية للجميع. ما تأتي لفلان دون فلان، تأتي للجميع، فمن انتهزها منهم هو الذكي. ثم الثالث أنها بعد أن تأتي لا تعود. الفرص في الغالب أنها لا تعود، فإذا جاء أو تعود في مواسم أخرى، فرص موسمية. لكن الفرصة إذا فاتتك فاتت، فإن استغلها استغلها. فكيف يستغل الإنسان الفرص؟ وكيف لا تفوته هذه الفرص التي تأتي سريعة وتأتي متساوية وتأتي ولا تعود؟ كيف يستغلها؟ أولا بالتخطيط المسبق أو بالاستعداد المسبق، بالاستعداد المسبق لاستغلال هذه الفرصة. وفي الحديث
إذا فتح حديث مرفوع: إذا فتح لأحدكم باب خير فليغتنمه فإنه لا يدري متى يغلق. إذا فتح لأحدكم باب خير فليغتنمه فإنه لا يدري متى يغلق. الثاني استغلال أو القفز على الفرص باستغلالها: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. الأمر الثالث استغلال الفرصة من غير وضع شروط أو ضوابط لها. بعض الناس تأتيه الفرصة يقول لا بد أن أعمل، لا بد أن كذا، ويتشرط ثم تضيع هذه الفرصة منه. يقول: وما أجمل قول الشاعر الذي ينطبق على ذلك، يقول: بادر الفرصة واحذر فواتها فبلوغ العمر في نيل الفرص، واغتنم عمرك إبان الصبا فهو إن زاد مع الشيب نقص، وابتدر مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الفجر قنص. وابتدر مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الفجر قنص. أيها الأحبة في الله، وأخيرا، لماذا يوفق أناس في اغتنام الفرص ويخفق آخرون؟ هذا السؤال هو الذي ينبغي أن نسأله أنفسنا جميعا وأن نقف معه. هناك أناس موفقون في أبواب الخير، في أعمال الخير، في أعمال البر، في المبادرات، في الطاعات، وهناك أناس متخاذلون متكاسلون ينتظرون الفرصة تلو الفرصة وكلها تذهب عليهم. إن أول سبب وأهم سبب في ذلك هو غياب الهدف. نعم، غياب الهدف. لما يكون عند الإنسان هدف يسعى لتحقيقه يبادر في كل الفرص التي تسنح له في هذا الهدف. ربيعة الأسلمي كان هدفه الجنة، فلما سنحت له الفرصة اختطفها وسأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة. الأعرابي لم يكن عنده هدف، فلما سنحت له الفرصة سأل النبي ناقة وعنزا. عجوز بني إسرائيل كان عندها هدف، فلما سألها موسى اشترطت أن ترافقه في الجنة. ابن عباس كان عنده هدف يرمي الوصول إليه، وهو تحقيق العلم ونفع الناس بهذا العلم، فلما سنحت له الفرصة تعلم هذا العلم. قرينه لم يكن عنده هدف، كان الهدف غائب. يقول: يا ابن عباس أتظن أن الناس يحتاجون إليك؟ فلما ضاع الهدف عنده لم يستغل الفرصة. الأمر الثاني أو السبب الثاني بعد غياب الهدف هو عدم الشعور بالمسؤولية تجاه النفس وتجاه المجتمع وتجاه الغير. عدم مبالاة، عدم شعور بالمسؤولية. إذا شعر الإنسان بمكانته وبمسؤوليته تجاه نفسه أولا وتجاه مجتمعه ثانيا سيبادر في اغتنام الفرص، ينفع المجتمع، ينفع نفسه، ينفع أمته. أما أن يقول لا، الأمر في غيري يكفي وأنا لا يحتاجوني، وهكذا من التخاذل، فهذا سببه التخاذل وعدم الشعور بالمسؤولية. إذن هما سببان رئيسيان: غياب الهدف والتخاذل وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه النفس وتجاه المجتمع. فلو أن لكل واحد منا أهداف، وأعظم هدف نريده هو رضا الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة، لكن أهداف أيضا دنيوية أو على مراحل دنيوية يستطيع أن يحققها، ما ضاعت منه الفرص. ولو أنه شعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه نفسه أولا ثم تجاه مجتمعه وأمته ثانيا ما تخاذل.
ألا فلنبادر أيها الأحبة ونستغل فرصة العمر وفرصة الصحة وفرصة الشباب وفرصة الأمن والغنى في طاعة الله أولا وفي نفع أنفسنا ومجتمعنا ثانيا. هذا وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الأربعة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، اللهم اغفر ذنوب المذنبين، اللهم اغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، واكتب الصحة والسلامة والتوفيق لجميع عبادك المؤمنين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد بلادنا وأمنها بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، ربنا تب علينا إنك أنت التواب الكريم، ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من عبادك المبادرين، اللهم اجعلنا من عبادك المبادرين، اللهم اجعلنا من عبادك الطائعين، اللهم اجعلنا من عبادك المنيبين بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.